مرحبا أخي. حياتي كابتن. شو اسمك أنت؟ ناطق عدنان. من وين أنت ناطق؟ من كركوك قضاء داغوق. من قضاء دهوك؟ داغوق. إيه، وين تلعب أنت؟ ألعب نادي داغوق وفريق الطيار. تمام. شو إصابتك؟ قطع بالرباط صليبي. قد صار يمك الإصابة؟ تقريبا سنة، أقل السنة. تمام. كيف جيت يم الدكتور سعيد؟ منين عرفت؟ والله دكتور عرفت عن طريق أشخاص سووا يمه ونصحوني أن أسوي يمه. في أشخاص نعرفهم؟ إي نعم، علي حميد، محمد، عبد الله، سووا يمه ناجحة العملية وشغله مضبوط. رجعوا يلعبون وضع؟ إي الحمد لله سليمين. ناطق هاشم كان لاعب ناطق هاشم تعرفه؟ ها؟ عارفه. أحسن لاعب خلوق ومهذب. تعرف هو جاب جول على الإمارات وتأهلوا على كأس العالم بعد ما لعبوا وحشين. يا سلام. 86 85 هذا الجول. ها؟ شلون تأهلتوا على كأس العالم ما تتذكر؟ يلا الحمد لله على السلامة. كان العراق فايز على الإمارات. الحمد لله على السلامة. العراق فايز على الإمارات بالذهاب 1-0. ايه ايام الإمارات جميل. 2-0 آخر دقيقة هو جاب. غانم عريبي، غانم يناول علي حسين يتخلص عليه ويدخل خط الجزاء. خطرة على فريق الإمارات. علي ناطق هاشم يسجل هدف الفوز للفريق العراقي. ناطق هاشم بضربة راس بديعة من ناطق هاشم يسجل لنا هدف الفوز للفريق العراقي، الهدف الثالث للفريق العراقي. صار في واحد العراق على الجول هذا رفع ورا النهائي مع سوريا. كان ياخذ 2 من اسيا. المسافة اللي ركضها 50 من 100 متر حسبوا سرعته طلع يمكن احسن جاب احسن زمن بال 100 متر. لما احتفل والله عن جد اذا يشوفوه على مكتوب لما ركض انه هو عم يحتفل جاب مسافة يعني زمن قياسي. واحد شفت الزوراء والجوية سفر هم على طريقة أحمد رازي. ابنه اعتقد ابن ناصر اعتقد هم واحد من نجوم صاير لاعب. هذا المجموعة كان بالمستوى كثير رائع. شوفوا مبارياتهم مع اللاعبين موجودة على اليوتيوب. يلا الحمد لله على السلامة. حياتي.